مرتضى منصور يضرب ولا يبالي ويكشف المتورطين في وفاة أحمد رفعت ويتوعد هؤلاء. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية نرجو من الجميع الدعاء لأحمد رفعت بالرحمة والمغفرة، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أثار مرتضى منصور الجدل بعد كشف حقيقة المتورطين في وفاة أحمد رفعت. فقد صرح مرتضى منصور وأدلى بتصريحات إلى أحد المواقع الإخبارية، وقال أحمد رفعت ده انا جبته الزمالك وكان من احسن اللعيبه في مصر، واحمد عاش طول عمره يتيم الاب وهو اللي كان متحمل مسؤوليه البيت، راجل ابن راجل فعلا. بس انا اللي بستغرب منه ان في ناس كتير بتشتغل في الاعلام الرياضي في مصر وفي المجال الرياضي ككل هم المتسببين في وفاه احمد رفعت. احمد رفعت ما ماتش موت عاديه، احمد رفعت مات بفعل فاعل. بس عايزين نرجع للذاكره شويه لورا. اما احمد رفعت جات له سكته قلبيه في مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر. طلع احمد شوبير، انا قلت هيدافع عن احمد رفعت ويقف جنبه في المحنة بتاعته، لقيته بيتكلم ان هو كان بيتناول منشطات وساب القصة كلها خالص وما تكلمش في حاجة غير انه هو اتهم احمد رفعت الله يرحمه انه هو كان بياخد منشطات. المصيبة ان شوبير كان نائب رئيس فيوتشر، والنائب احمد دياب طبعا هو رئيس فيوتشر، وطبعا هو اللي شال الليلة، وشوبير هو اللي بعد عن الموضوع خالص. شوبير كان يعرف كل كبيرة وصغيرة عن أحمد رفعت. أحمد رفعت ما غاب 6 شهور، أنت كنت فين يا شوبير؟ وأنت الوحيد اللي كنت تعرف مكانه وكل حاجة عنه، ما تكلمتش ليه؟ جاي دلوقتي تتكلم وتقول وتواسي الجميع؟ أنت متورط يا شوبير في المصيبة ديت. وتلاقي ميدو طلع لك عريان يعني، وطلع ملط النهاردة وواقف جنب أحمد رفعت الله يرحمه، ويقول لك أحمد رفعت ده كان لاعب راجل والمنظومة الرياضية كلها مليانة فساد. انت يا ميدو اول واحد اتسببت في وفاة احمد رفعت، انت اتهمته ان هو بياخد منشطات في البرنامج بتاعك. انت ما تختلفش كتير عن شوبير في حاجة، وانت اللي كنت بتعمل دعاية انتخابية للنائب احمد دياب، وانت اللي فضلت واقف في ظهره لحد ما جبته رئيس للرابطة. انا مش عارف انتم مستفيدين ايه انت وشوبير من الليلة ديت، غير انكم موتوا احمد رفعت. وانا ما بخافش من حد، وهطلع اقول لكم الحقيقة كلها، وهطلع اتكلم وافضح كل شيء ان مين المتورط، وهمسك قضية ونفتح قضية رأي عام علشان حق أحمد رفعت يرجع وما يموتش مع أحمد رفعت. وهجيب كل الأسماء اللي أحمد قال عليها في برنامجه مع إبراهيم فايق. إبراهيم فايق اللي النهاردة ما طلعش في البرنامج بتاعه، الله أعلم بقى جات له تهديدات ولا خاف من حاجة، مع إنه يعتبر أحسن إعلامي زملكاوي وخد يعني السلطة إنه يتكلم وبقى في قناة فعلا محايدة وبيقول الحقيقة. وانا هقف ورا احمد رفعت حتى بعد ما مات كده ورجع له حقه، بس عايزكم تدعوا له بالرحمة والمغفرة إن